السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، طبعا أنا غني عن التعريف، مش هقول يعني إن مصر كلها بتحبك يعني. بيكي، بارك الله ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك إيمان وتقوى يا رب إن شاء الله. يعني اتفضل بحياتك، هتقول إيه كلمة للمؤتمر النهاردة؟ والله أنا يعني سعيد جدا، فوجئت بهذه الدعوة الكريمة اللي تقدم بها إلي سيادة النقيب ويعرفني بنفسه وقال إنه هو رئيس النقابة المصرية للإعلام الإلكتروني. أيوه. وإن هم بيدعوني لحضور المؤتمر، وكمان فاجئوني بانهم عاملين تكريم رمزي. ايوه فعلا. فانا الحقيقه سعدت جدا بهذا، وكان اخر حاجه انتظرها ان هم في المؤتمر ده يدعوني ليه، لكن الحمد لله رب العالمين يبدو ان هم لاحظوا شغلنا على النت بشكل كبير ووجودنا على الشبكه دي بشكل يعني واضح. فانا سعيد بهذا واتمنى ان هم ينشطوا بشكل اكبر، وبحيي كل من له صفحة على الانترنت بيسهم فيها بنشر المعروف ونشر العلم ونشر الثقافة ونشر القيم. النهاردة يعني أنا أذكر من 4 سنوات دعاني أخي الدكتور عمرو خالد. أيوة. وكنا مجموعة من العلماء وكنا نتناول العشاء مع بعضنا في بيته، واقترحت عليه ان احنا نعمل قناة فضائية. فقال لي بالحرف الواحد: الزمن ده مش زمن قنوات فضائية، الزمن ده زمن الانترنت فعلا، والشاطر اللي شاطر الانترنت. انا بالفعل اكتشفت ده، والحمد لله عندي صفحتي عليها اكتر من 10,000 بيتواصلوا معايا يومي تقريبا. وصممت ان انا اول حاجه اعملها لما نزلت ترانزيت في مطار دبي السنه اللي فاتت ان اجيب ايباد بحيث يبقى موجود معايا رايح جاي فعلا، وابقى متواصل مع الناس رايح جاي، وانا حتى في الطريق في الوزاره ولا في طريق للعمل، وانا حتى على الهواء في اي برنامج، مش حتى في برنامجي في ازهري في فصل الخطاب. ووجدت من ده الحقيقه يعني الحمد لله رب العالمين استفاده غير طبيعيه لي انا شخصيا، ثم تواصل مع الاخرين بشكل جيد جدا. صحيح هناك سلبيات، البعض بيستغل الانترنت بشكل سيء، لكن الحمد لله رب العالمين نقدر احنا اصحاب الفكر واصحاب المنهج واصحاب الثقافه واصحاب القيم نقدر نروج لهذه القيم بشكل كبير. وانا من هذا الموقع ادعو الى اقامه موقع تحت عنوان اعرف دينك. ايوه. ولنمحو اميه الامه الدينيه، واتمنى ده ينجح، وان شاء الله انا هشتغل على هذه الفكره وامد ايدي لكل اي حد يقدر يساعد في هذا المشروع. انا يعني كل الشرف لو انا اساعد حضرتك فيه. الحمد لله عندي خبره يعني مش بطاله بالنسبه للمواضيع دي يعني. اهلا وسهلا، بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك ويكتر لنا من علماء الازهر اللي هم عاملين فعلا وسطيه في الوضع اللي احنا فيه. الحمد لله رب العالمين. ونتمنى فعلا ان العلماء اللي احنا بنحبهم واللي هم مشرفينا في كل مكان نلاقيهم برضه في كل مكان، في مؤتمر، في مكان علمي، لان هو لازم يبقوا متواجدين، لازم بأمر الله. أنا متشكرة جدا فضيلة الشيخ إن أنت سمحت لي بالوقت الصغير ده. متشكرة جدا، بارك الله فيك، مع ألف سلامة.